السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. بصوا يا جماعة، بمشيئة الرحمن معانا تسليم اوردر دلوقتي اهو. بس الاوردر ده الاوردر الاخير خلاص كده. انا خلصت استلام اوردرات من يوم الجمعة اللي فات، تمام. ولكن اللي هيجي يستلم مني اوردره من هنا انا لحد يوم الوقفه مكمله معاكم بمشيئه الرحمن. يعني استلام الاوردرات فون او واتس مقفول من يوم الجمعه اللي فات خلاص. ولكن تسليم الاوردرات من هنا، يعني اللي هتطلب اوردر وتيجي هي تستلمه، اوكي انا متاحه معاكم اليوم من لحد يوم الوقفه ان شاء الله. خلاص نبدأ بسم الله. معانا ايه النهارده؟ معانا تسليم اوردر هوريه لكم عامل ازاي. بس الاول حابه اقول لكم على حاجه. امبارح انا كنت في العتبه، تمام. صورت حلقه من عند محمد الصغير وصورت حلقه من عند حماده امام، تمام. يعني انا صورت الحلقه وانا في العتبه ونزلتها في نفس اليوم، عملت مونتاج ونزلت الحلقه في نفس اليوم، وحلقه حماده امام برضو نزلت في نفس اليوم. يعني انا كنت في العتبه وجيت من العتبه من الازهر، نزلت الحلقه عملت لها مونتاج ونزلتها خلاص. طب انا نزلت فيديوهين ليه في يوم واحد؟ عشان انا التليفون بتاعي ربنا يكرمني ان شاء الله بمشيئه الرحمن اجيب تليفون الميموري بتاعه كبير شويه، فانا لازم افضي مساحه عشان اجي اصور لكم فيديو زي اللي انا بصوره ده. فلازم انزل كل الفيديوهات المحمله اللي عندي، انزلها واخلي التليفون ما فيهوش فيديوهات كبيره شويه. خلاص نزلت الحلقه ولقيت واحده صديقه يعني في القناه عندي بتكلمني بطريقه. بصوا انا ما بغلطش في حد والحمد لله. انا لحد الان يعني ما حدش فيكم شاف مني حاجه مش كويسه، واللي عارفني هو اللي عارف انا اسلوبي عامل ازاي في الكلام. خلاص يعني يا دوبك انا نزلت الفيديو قلت وانا هنزل في التعليق المثبت، في اول التعليق مثبت، ولكن انا كميه ضغط الشغل اللي عندي ربنا العالم بيها. يعني انا مش فاضيه ارد على تعليقات، وفي نفس الوقت عندي شغل مكن، وفي نفس الوقت ابني بكره عنده امتحان اعداديه. خلاص فهي نزلت، حتى انتوا في الكومنتات هتقروا هي بتتكلم معايا ازاي. يعني انا بقول في الفيديوهات يعني بناء على اصحابي اللي بيكلموني فون، يعني في ناس مشكورين اعزاء كبارات في السن بيكلموني محترمين، بيكلموني بيقولوا لي يا مدام ايمان احنا بنبقى قاعدين في البيت وانت بتبقي عينينا اللي بتنزلي بتروحي وبتيجي. فبقول انتوا قاعدين في البيوت اهو انا بنزل لكم، ما اقصدش ان انتوا قاعدين مرحرحين في البيوت، وانا ما اقصدش كده. بصيت لقيتها بتكلمني على القناه بطريقه يعني مش عارفه. انتوا اقروا الكومنتات وانتوا احكموا عليها هي بتكلمني ازاي. انا مش هحكم ومش هقول هي بتكلمني ازاي، ولكن انتوا اقروا الكومنتات اللي هي منزلاها وشوفوا هي بتكلمني ازاي. يعني وقاعدين في بيوتنا، قاعدين في البيت، وفين التعليق المثبت اللي انت نزلتيه وانا عملت اشتراك؟ يعني ايه عملت اشتراك في قناتي؟ يعني انت لو مش حباني وعايزه تتفرجي عليا ما تعمليليش اشتراك. انا ما رحتش خبطت على بيتك وقلت لك لو سمحتي اعملي لي اشتراك، انا ما قلتش كده. انت انا ما اجبرتكيش تعملي اشتراك او ما تعمليش. ثم يعني انت هتقولي ومش هتقولي في اول تعليق مثبت وما كنت وفيديو ملوش لازمه. طب ليه انت تقولي الكلام ده؟ ليه انت تقولي الكلام ده مع ان مفيش حد اعترض على الطريقه غيرك انت بس؟ وبعدين بتقولي انا من اسكندريه وعندنا في البياصه عشان انزل اقارن الاسعار. يعني معلش انا مش صاحبه محل عشان انزل لك اسعار. قلنا الاسعار ثابته، الاسعار متغيره مش ثابته. حضرتك مش انا قلت لك هنزل لكم جروب الواتس بتاعه تخشوا معاه تسالوه على الاسعار. ايه المشكله يعني لما تتعبي نفسك وتخشي تسالي على الاسعار على الواتساب يعني؟ ثم انا بنزل الاسعار. يعني المبتدئين عايزه افهمكم على حاجه عشان كمان تشوفوا يعني اللي بيكلموني على في التعليقات اسلوبهم ازاي في الكلام. يعني انت دلوقتي بتتاجري في الشغل وبتشتغلي فيه. خلاص انت دلوقتي شغاله وبتخشي على جروبات كتير وبتخشي على فيديوهات كتير وعارفه الاسعار. عندنا عمريه تركي بركال، عارفه اسعار العمريه ايه وعارفه اسعار التركي ايه وعارفه اسعار البركال ايه. على فكره احنا مش هبل، كلنا عارفين كل حاجه يا جماعه وناصحين والحمد لله وزي الفل.
تقولي لي ايه اسعار؟ طب ما انت عارفه اسعار البركال بكام، وعارفه اسعار التركي بكام، وعارفه اسعار العمليه بكام، عشان انا انزل مثلا اقول بصوا بقى الهجوم اللي هيبقى عليا بعد كده. لو انا نزلت قلت العمريه النهارده بصوا يا جماعه محمد الصغير عنده العمريه ب 65 جنيه وجت الاسعار بكره زادت، هتقولي انت كدابه في الكومنت. ما هو اللي يكلمني بطريقه زي كده متاح لي ان هو يتكلم باي طريقه يا جماعه. كلنا عارفين الاسعار وكلنا عارفين كل حاجه خلاص. وانا واقفه في الفيديو بقول ايه؟ انا عند عماد العمده، ابص الاقي ناس تسالني تقول لي انت فين؟ طب ما انتوا عارفين انا فين، وانا اتكلمت في الفيديو وقلت انا فين. طب ليه انتوا بتكلموني بطريقه وحشه؟ انا لسه ممنتجه الفيديو، لسه يعني لسه الفيديو نازل. طب افرض انا نسيت انزل الكومنت او نسيت انزل التعليق المثبت، الطريقه في الكلام تبقى كويسه يا جماعه، ما تبقاش كده. خشوا شوفوا طريقه كلامها ازاي وهي بتكلمني وتقولي انا اشتركت معاكي علشان لو كده اجيب من البيوصه. طب ما تجيبي حبيبتي من اي مكان انت عايزاه. يعني المفروض على فكره طريقه الكلام، يعني لما بتيجوا تتكلموا بيبقى باين الزبون او بيبقى باين الصديق اللي على القناه بيتكلم بطريقه فيها حب او بطريقه فيها هجوم. يعني مثلا بعد ما بتتكلمي مثلا بتبعتي ايموجي مثلا في قلب، في مثلا حاجه، بيبقى باين ان الطريقه فيها مثلا نوع من انواع الفاني كده ولا حاجه، مش اتنشن كده في الكلام كاني انا شغاله عندك يا حبيبتي. لا، انا كنت بقى اولا انا قناتي ولا اتفعلت ربح ولا بقبض من اليوتيوب اصلا. انا بنزل الحاجات دي ليكوا كافاده ليكوا. لو اتفعلت ربح كان بيها، ما اتفعلتش خلاص. فبلاش الهجوم يا جماعه اللي بيبقى مش كويس ده. كل واحد ربنا العالم بحاله. يعني لما نيجي ننزل كومنت ننزله بطريقه حلوه، ما تقفلش الواحد. يعني انا بقدم محتوى ربنا العالم انا بتعب فيه ازاي. يعني انا قاعده على مكان بشتغل وكمان بصور وكمان بمنتج وبنزل لكم المفيد ليكم عشان وانتوا قاعدين في البيت، مش وانتوا قاعدين في البيت مرحرحين. انا اتكلمت على فكره بطريقه واضحه جدا، واصحابي كلهم اللي معايا في القناه ما حدش علق لي غيرك انت يا مدام اللي علقتي لي بطريقه مش انا ما اقبلهاش. معلش انا اسفه، حقك عليا ان انا بقولك انا ما اقبلهاش. لو سمحتوا يا جماعه وانتوا بتكتبوا الكومنتات راعوا كتابه الكومنتات. انا مش محتاجه لحد ان هو يخش لي يشترك معايا او ما يشتركش. انا مش محتاجه. انا واحده شغاله على مكن، يعني شغلي هو ده مصدر رزقي، مش القناه هي اللي مصدر رزقي. خلاص يا حبيبتي. وخلاص اي حد يكتب كومنت يا ريت يكتب كومنت مش سلبي عشان ما تقفلونيش يا جماعه. خلاص يلا نبدا بسم الله. اللون النبيتي ده بالمناسبه كفر ووتر بروف. خلاص اللون النبيتي ده لون نادر شويه. خلاص لما هتروحوا تشتروه هتلاقوا لون افتح من كده، ولكن انا عارفه الذوق من كتر ما اتعاملت مع الناس، عارفه ذوق كل زبون بتعامل معاه. خلاص لما طلبت مني صاحبه الاوردر كفر نبيتي دورت لها على اللون ده بالاخص. لما رحت لقيت اللون الفاتح ما جبتهوش. بصوا بقى معايا ده كفر. على فكره ممكن تعملي الكفر ده القماشه دي المصريه دي باللون النبيتي. خلاص ولكن هي العميله طلبت باللون الابيض. خلاص شايفين الخامه دي دي المصريه يا جماعه. بصوا دي المصريه. بصوا الزاويه بتاعت السرير دي خامه المصريه، ودي افضل خامه تتعمل للمراتب الووتر بروف المسوقي. يعني مسوقي الشغل ده، مسوقي الشغل ده معمول باحترافيه كامله. خلاص بصوا بقى حاجه تانية للناس اللي بتخيط، اوكي، اللي هم اصحاب المشاريع واللي هم زي حالاتي كده فاتحين مشاريع في بيوتهم وكده. احنا عايزين لما نيجي نشتغل يا جماعه في الشغل ربنا يبارك لنا في شغلنا. خلاص وربنا بيحب الناس اللي بتتقن عملها. يعني انت بتتقني عملك. الشغل ده مش جهجهوني كده يا جماعه. الشغل ده فيه اتقان وفيه فن وفيه ربنا سبحانه وتعالى موجود، هو اللي بيبقى شاهد على عملك. فبلاش تتلاعبوا في الشغل يا جماعه. بلاش تتلاعبوا في الشغل زي الناس اللي بتعمل شغل بتتلاعب فيه، اللي هو مثلا يعمل حاجه عشان الزبون يرجع له تاني يعمل حاجه. بلاش. خلاص ما تبقوش عاملين زي اصحاب السبت اللي ضحكوا على ربنا سبحانه وتعالى.
اللي بقوا يرموا شباكهم من يوم السبت عشان ما يصطادوش يوم السبت، بس هم بيرموا شباكهم من يوم السبت، وربنا سبحانه وتعالى عارف بنوايا الناس وسخطهم قردة وخنازير. فبلاش نضحك على ربنا يا جماعة، خلينا نبقى اي شغلانة احنا بنشتغلها نتقن عملنا، خلاص نتقن عملنا، وما نبقاش زي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ويل للمطففين. احنا مش عايزين نبقى مطففين، خلاص. انت خدتي من الزبون حق تالت ومتلت، بلاش تنقصي من حقه بقى. يعني انت قلتي له انا هجيب لك الووتر بروف ده 4 متر، ما تروحيش تجيب 4.5 تقولي انا جبت ما تروحيش تجيب 3.5 تقولي انا جبت 4 متر، لا، زودي في مكسبك زي ما انت عايزه، ان شاء الله تحطي مكسب اقول لك ايه، بس بلاش تطففي في القماش. بلاش تحاسبي الزبون على 5 متر قماش وتروحي تجيبي 4 متر قماش، بلاش. عايزه اقول لكم ان انا قله قليله بتتبقى من القماش، وربنا اللي عالم ان كل حته قماشه بتتبقى من الطقم اللي انا بعمله ببقى عايزه احطه للزبون، ازود له بيه لفقه، ازود له بيه برواز. اهم حاجه ان انا ما يتبقاليش حاجه من القماش اللي هو محاسب عليه، بيتبقى لي قصاقيص لا تسمن ولا تغني من جوع، قصاقيص ملهاش ريحه اللازمه، ولكن مش هاخد نص متر من الزبون، مش هاخد ربع متر، تخيلوا ربع متر من الزبون، لا، ما اخدش متر من الزبون واحاسبه على 5 متر. وانا خلاص يا جماعه بلاش الحاجات دي، وتحسبوه عند الله هينا وهو كبير. خلي بالكم الحاجات دي بتبقى هينه في نظركم انتوا، ولكن عند ربنا كبيره يا جماعه. صدقوني امشوا بالمبدأ اللي انا بقول لكم عليه، ربنا هيكرمكم كرم كبير قوي والله. خلاص بصوا، شفت كتير ناس مخيطين على الاستيك، بصوا مخيطين على الاستيك، يجي مثلا الاستيك يشيط، ما هو الاستيك بعد عمر طويل بيشيط طبعا، الاستيك ده مش دايم، يشيط الاستيك، يروح الزبون يلاقي الملايه خلاص ما بقتش، ما هو الاستيك شاط في قلب البتاع، لا، عايزاكم تخيطوا تحت الاستيك، بحيث ان انتوا تفيدوا وتستفيدوا، بحيث ان الزبون الاستيك لو شاط عنده يدكك الاستيك تاني بنفسه، يشتري استيك حتى ولو اللي هو الاستيك بتاع البناطيل بتاع ايام زمان ده، ويدكك كفر المرتبه تاني او كفر الملايه تاني. خلاص عايزاكم وانتوا بتخيطوا تخيطوا تحت الاستيك، ما تخيطوش على الاستيك. خلاص اتفقنا كده؟ ممكن تكون دي معلومه انتوا عارفينها، ولكن انا بدي المعلومه دي للناس اللي هم اللي مش عارفينها. خلاص انتوا قد الدنيا طبعا وحبايبي، وانا بحبكم في الله، وعارفه ان انتوا دماغكم دي عبقريه. خلاص معانا ووتر بروف اهو دوت 170. خلاص بصوا بقى الاوفر يا جماعه تحت وفوق، يعني احنا بعد ما قفلنا، طبعا في ناس ما بتقفلش اوفر من هنا خلاص، ولكن هنا قماش، يعني الووتر بروف ده ما بينسرش، ولكن هنا في قماش، لو انت حابه تعمليه قبل ما تركبيه، ولكن مش هيبقى شكله حلو كده كده. انت هتعملي ده اللي انا لسه بقوله، فيدي واستفيدي، يعني انت كده كده هتعملي اوفر، طب ما تخيطي وتعملي عليه، هتخسري ايه؟ ما انت كده كده هتعملي فوق وتحت بس، ولكن عشان برضو العميل يستفيد، برضو يبقى نايم على حاجه مريحه، ما نضايقش برضو العميل اللي هيشتري مننا. انا بحب ادلع زبايني يا جماعه، انا لو طول اشربهم كل واحد فنجان قهوه عندي استعداد اعمل كده، انا بحب ادلع زبايني، فعايزاكم انتوا كمان تعملوا كده. بصوا اوفر تحت وفوق، خلاص، علشان ما نسيبش ده منسر ونسيب القماشه دي كمان منسره. خلاص انت كده كده هتعملي هنا، فبعد ما تقفليه اعملي اوفر. خلاص عايزه اقول لكم بصوا النظافه، شايفين النظافه باينه جدا وواضحه. خلاص في ناس بتجيب الحته دي الزياده دي من ارض انواع القماش، ولكن انا ليه اجيبها من ارض انواع القماش طالما انا محاسبه الزبون عليها، وعلشان شغلي يبقى مميز وحلو ونظيف وعموله زي ما بنقول، يبقى نجيب للزبون انضف خامه. دي المصريه يا جماعه، بصوا خامتها عامله ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن، تقيله ومحمله. دي اللي بعمل منها الاطقم المطرزه اللي هي بجبير، دي اللي بعمل منها الاطقم المطرزه اللي هي بجبير. خلاص يبقى كده ده معانا اهو كفر لحاف زي ما انتم شايفين اهو، هطبقه معاكم برضو بطريقه حلوه، وكنت قلت لكم كذا مره في كذا فيديو ازاي تطبقي الملايه اللي هي الاستك. خلاص يا حبايبي، يبقى ده كده كفر لحاف معانا اهو، كفر مرتبه.
الاول طبعا احنا هنشحن، واحنا بنشحن لكل حد بقى، لكل حد بيشحن لازم الهواء يخرج من الشغل. ليه؟ عشان انت ممكن بعد ما تكيسي الشغل كله يفرقع. بصوا بنعمل ازاي. لازم برضو تظبطوا الدنيا كده يا جماعه. خلاص، يبقى ادي كفر لحاف معانا، كفر مرتبه ووتر بروف، عندي منه جميع الالوان. خلاص، وارخص من اللي بيتباع في اي حته، لان انا ورشه تصنيع ببيع حاجتي جمله. واتحداكم روحوا اعملوا سكرين شوت للاسعار وابعتوها لي وانا اعمل لكم اقل منها. خلاص، عندي جميع الالوان وعندي جميع المقاسات. خلاص، لو حتى السرير 90 سم. بصوا بقى، ده تركي. خلاص، ده طقم تركي. ساعات بنشتري التركي بنلاقيه ناشف. خلاص، كنت قلت لكم كذا مره اللي هياخد مني اطقم يا جماعه ياخدها كده مني يحطها في الغساله الاوتوماتيك. لازم. ليه؟ لان بتبقى كذا ايد لمساها، زيت المكن بتبقى محطوطه في الهواء عرضه للتراب. فقلت لكم كذا مره اللي هياخد مني الشغل لازم يغسله الاول. خلاص، بصوا بقى، لو صفت معاكم ولقيتوا قماشه ناشفه زي كده اهو مصريه، ما تقلقوش منها خالص، دي بتطرى بعد الغسيل. خلاص، بصوا الشغل عامل ازاي، مسطره اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الشغل الداخلي، شايفين الشغل الداخلي عامل ازاي، شايفين الاوفر. بصوا الاوفر، اهم حاجه الاوفر. شايفين الكوي، هو ده اللي بيفرق. كويه البخار الاولانيه دي هي دي اللي بتفرق للطقم. خلاص، يبقى انت هتاخدي مني الطقم، اول حاجه هتعمليها هترميه في الغساله بشويه اريال كده وتغسليهم. عايزه تحطي معطر براحتك. خلاص، انا ببقى عارفه اذواق العملاء بتوعي. معظم الدكاتره والمهندسين بيحبوا الشغل السيمبل. الناس اللي في القرى وفي المحافظات بيحبوا الشغل اللي فيه كرانيش. خلاص، الستات الكبار بيحبوا مثلا الشغل اللي هو ما فيهوش دربكه كتير. انا من خلال خبرتي يا جماعه عارفه كل زبون رايه ايه. لما باجي اتعامل مع زبونه في اوردر ومثلا بعرف ان هي من الحته الفلانيه، بقترح عليها طب ما تاخدي ده، طب ما تعملي ده، طب مش عارفه ايه. خلاص، النهارده معايا امثل واحلى واشيك كيس خداديه في الشرق الاوسط. بصوا عامل ازاي، والله العظيم يا جماعه عاملاه بحب للعملاء بتوعي المحترمين. خلاص، بصوا كيس المخده ده رايح لحبايبنا في اسكندريه، معمول كوردون، والكوردون لونه كحلي نفس لون الخداديه. خلاص، بصوا الكوردون عامل ازاي. طبعا القماشه دي ناشفه شويه، ولكن لما تتغسل هتبقى زي العسل. خلاص، بصوا ده كيس خداديه. بصوا كيس الخداديه ده متقفل ازاي. كذا مره اقول لكم لازم الظهر يبقى اقل من الوش. بصوا النسب يبقى اقل من الوش، ما بحبش ده يبقى لازق في كيس الخداديه. مركزين معايا، ما بحبش الظهر يبقى لازق لحد فوق كده خالص. بصوا التدويره بتاعت الكوردون مش مكشكشه، مش شاده القماش. ليه؟ لان انا باجي عند كل تدويره بقصقص القماش بريحه. خلاص، بعمل ايه يا حبايبي؟ بريحه. التريحه اللي هي في القصقصه دي هي دي اللي بتدي الكوردون شكل عامل كده. بصوا شكل انسيابي ومدور وحلو قوي كده. خلاص، مش شادد مش مكرمش. خلاص يا حبايبي، بصوا اللفقه بتاعت الخداديه قد ايه. شايفين يا جماعه؟ علشان الزبون يدخل كيس الخداديه ويبقى مرتاح كده. خلاص، بصوا كيس الخداديه جميل ومثالي ازاي. مفيش واحده اكبر من واحده، مفيش حاجه اعلى من التانيه. عفوا، الكوردون قطن من جوه، لان في كوردون دبار بيبقى ناشف، بيبقى واخد القماشه وناشف. تيجي تعملي التدويره دي تلاقيه باظ منك وبقى شكله مش بصوا دي دخلت جوه اهي، بشدها بصوا بتشد معايا بمنتهى الارتياحيه ازاي. خلاص، سيبي مسافه كبيره من هنا عشان لما تيجي تعملي اوفر، لان معظم اللي بيشتغلوا في الكوردون ما بيعملوش اوفر.
معظم، انا عايزه اقلب لكم كيس المخده كده، معظم اللي بيشتغلوا في الكردون يا جماعه ما بيعملوهوش اوفر. ليه؟ بصوا ليه ما بيعملوهوش اوفر؟ لان بتبقى الحته اللي هي الساده صغيره جدا، فبتبقى مفيش مساحه لدواسه الاوفر علشان تقط من القماش. فانا بقول لكم كبروا القماشه الساده اللي هي بتاعت الكردون، كبروها شويه بحيث ان لما الاوفر تقط ايه على بارتياحيه شويه. خلاص. عايزاكم تتبعوا التعليمات دي في التقفيل، لان الحاجات دي هتريحكم، وغير ان هي هتريحكم هتبصوا تلاقوا الزبون بيقول لكم الله على شغلكم. بصوا التدويره بتاعت الكردون يا جماعه، بشدها بتطلع معايا بمنتهى السهوله، انسيابيه ومثاليه. وبصوا الشغل عامل ازاي، مش مكشكش، ما فيهوش حته طالعه وحته نازله. خلاص. معانا الطقم ده ايه؟ 2 كيس مخده، ده سرير 170. خلاص. الطقم السرير 170 بياخد ملايه 3 متر الا ربع. خلاص. اوعي تعملي 2.5، 3 متر الا ربع. بص الملايه عامله ازاي، ما شاء الله الملايه حجمها كبير وكبيره. بصوا التقفيل، شايفين التقفيل عامل ازاي يا جماعه؟ شايفين الفرماتوره اللي على كل زاويه من زوايا الملايه علشان ما تفكش من الزبون. شايفين؟ بصوا التقفيل عامل ازاي يا جماعه. بصوا حاجه نظيفه قوي وحاجه حلوه قوي. ويا سلام بقى العرايس معانا هيتدلعوا اخر دلع. خلاص. بصوا بقى تاني حاجه معانا، تالت حاجه معانا الطقم القمر ده، يا على جماله وشياكته وتحافته يا جماعه. حلو قوي 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 قوي. طالبه معانا الاوردر، صاحبه الاوردر طالباه 4 اكياس خداديات، يعني لكل سرير طالبه كل سرير طالبه خداديتين، لكل سرير طالبه خداديتين. بصوا ادي خداديه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وادي التانيه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا اللفقه كمان بالمناسبه اتبقى قماش، رحت عامله لها اللفقه قد ايه. في ناس بتعمل اللفقه دي بس وشكرا كده، لا زودت طبعا، عندي قماش زايد باقي منها قطع صغيره، رحت مزوده لها، ما استخسرتش الخياطه فيها، رحت مزوده لها كمان قطعه. ده اهو تالت كيس. خلاص. ده رابع كيس اهو. بحاول بقدر الامكان ان انا اجيب الرسمه تبقى في الوش يا جماعه. حاولي بقدر الامكان انك تخلي الخداديه، لان الخداديه دي هي واجهه السرير، الخداديه هي واجهه السرير، فحاولي بقدر الامكان طالما واجهه سرير يبقى تخلي الخداديه فيها رسمه كبيره. بصوا يعني انا مثلا الاربع خداديات ما جوش 4 نفس الشكل، رحت عامله 2 و2، يعني عملت 2 اهم شكل، وعملت 2 حصان صغير شكل. خلاص اهو، و2 حصان صغير شكل تاني اهو. بصوا قدام عيونكم اهو، ما بخبيش حاجه. خلاص. بحيث ان على كل سرير يبقى كده، تبقى واحده صغننه واحده كبيره. خلاص كده اهو. تمام يا حبايبي. ده قماشه تركي اهو. بصوا 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 التركي بتبقى عامله ازاي ظهرها. التركي بيبقى زي الجنس، التركي زي الجنس من ورا، تحسوا انه ظهره محبب في تجزيعات وحاجات كده. خلاص. ده طقم اطفال، 2 كيس مخده، واحد كيس مخده، و2 خداديه وملايه. خلاص. طيب انت يا مدام ايمان عامله سرير الاطفال الملايه قد ايه؟ عامله الملايه 2.5 يا جماعه، عامله الملايه 2.5. انا بحب اعمل الملايه بتاعت السرير الاطفال كبيره، عشان معظم الناس دلوقتي بقى عندهم سفنج، بقى عندهم المراتب سفنج اللي هي الفور بيد واليانسن والحاجات دي. خلاص. فعشان كده بقينا نعمل الملايه كبيره شويه. خلاص. دول 4 اكياس خداديات. تعالوا بقى بصوا كيس المخده. انا بقى اللي بعمل كيس المخده 130 سنتي. انا بقى الاخوه للمفروشات اللي بتعمل السرير مش 120 كيس مخدته، انا بعمل بفضل الله كيس المخده 130 سنتي للسرير الصغير، مش 120، 130 سنتي. انا بحب بوازي المخدات ما تبقاش باينه يا حبايبي. خلاص. طبعا حاولت ان انا اطلع حته
اعمل بيها الحليه القمر دي، بحب اعملها جدا. فطلعت للزبونه حته كده عشان اعمل لها زي ايه برواز كده لاكياس المخدات، وفي نفس الوقت تطول وتبقى معاها 130 سنتي. خلاص بصوا اهي، ده كيس مخده 130 سنتي. تمام يا حبايبي. انا عايزه ادلع زبايني، قلت لكم الكوي بيبقى عليه عامل كبير يا جماعه، الكوي ثم الكوي ثم الكوي هو الاساس. خلاص. وده كيس مخده تاني اهو، بصوا الجمال اهو، شايفين كيس مخده تاني اهو، برضو عملت له نفس البرواز اهو، شايفين اهو نفس البرواز، علشان برضو ايه ندلع زبايننا يا جماعه، ويبقى الشغل حلو وايه ويبقى شغل نظيف زي ما بيقولوا، ونبقى برضو يبقى شغلنا مميز. احنا عايزين شغلنا نبقى مميز، كل واحد يا جماعه بيبقى ليه البراند بتاعه المميز بتاعه. خلاص. دول طبعا الملايتين، كل ملايه يا جماعه 2.5. بصوا اهو، طبعا بعد ما اتكوى اهو زي ما انتم شايفين الفرماتوره اللي على كل حرف ملايه لازم عشان تتقب الملايه معاكي وتظبطها. خلاص. يبقى كده الاوردر بتاعنا اهو كامل. هنكيس بقى ونروح شركة الشحن نشحن، واشوفكم بقى يا بعد العيد يا قبل العيد، حسب بقى ايه، بس اشوفكم بعد العيد لان انا كده خلاص فنشت شغلي. واشوفكم بقى بعد العيد في كومنتات حلوة، واكتبوا لي كومنت حلو يفرح قلبي، لان انتوا وجودكم في حياتي اصلا مفرح قلبي. اشكركم يا حبايبي، واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.